السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو مع انا مريضة في ضربني البرد. هذه هي اللي غادي تصلح في هذا الوقت. عندي حسوه هنا ديال البلبوله ديال الشعير، راه زوينه بزاف وكتجي خاطره وكتجي بنينه وكتسخن الذات في هذا الوقت. بقاو معايا اخر فيديو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. انا هنايا درت زلافه 250 غرام ديال البلبوله المتوسطه، رقدتها في الماء ليله كامله هكا، درتها في الليل والصباح طيبتها. تقدروا ديروها في الماء غير ساعه وطيبوها ولا طيبوها بحال هكاك، غير حيت ملي كنديروها في الماء دغيا كطيب معنا. ندير معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، بصله محكوكه ومطيشه زلافه عندي، واللي متواجد عندكم. تقدروا تستعملوا غير هذيك مطيشه ديال الحك هكا، ديروها مع شويه ديال الماء، راه كتجي زوينه. كما كتشوفوا انا ديما كنشارك معكم هذيك مطيشه اللي كنكون سلقت وطحنتها بالجلده ديالها. صافي غادي ناخذوا الكوكوط. من الاحسن انا راه قلبتها في الكوكوط، من الاحسن تكون شي حاجه ثقيله حيت كتلصق. درت فيها البصله والمطيشه والقزبر والمعدنوس، وزدت الملح على حساب الذوق. عندي معلقه هكا صغيره ديال الزنجبيل ومعلقه ونص ديال التحميره ومعلقه ونص ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال الابزار والزيت. هنا درت هاد المعلقه الكبيره. من بعد غادي نضيف زيت الزيتون. صافي غادي نحركو، غادي نديرو كما قلت لكم على نار اللي مهيله حتى كتطبخ معنا واحد 3 ديال الدقائق. كتسبخ هذيك المطيشه مزيان وعاد كنزيدو البلبوله. صافي بعد ما ضفت البلبوله غادي نحركها وغادي نزيد الماء زيدوا القياس اللي هكا تولي كتعوم هذيك البلبوله، بس تولي هكا مغطيه مزيان بالماء. راه غير واحد 2 دقائق غادي تبان لكم زادت كثرات ومازال خصها الماء، يعني ما تغفلوش عليها ونقصوا ليها النار وديروها في شي حاجه اللي تكون هذيك مثقيله. ما ديروش شي كاسرول اللي خفيفه باش ما تلصقش. انا كنقولوا كنعاودها حيت راه كانت وقعت معايا، لصقات من التحت وحركت صافي وطات هذيك الريحه وما بقاش مذاقها زوين. المهم ديروا الكوكوط. انا غادي نقلبها في الكوكوط حيت زادت كثرات وما قداتنيش هنا. صافي قلت لكم غادي تعوموها مزيان في الماء ومره كتحركوا خصوصا في الاول حيت كتزيد كتكثر. وديما كنديروا هكا معلقه كنخلوها فين كتطبخ باش ما تفيتش معاكم. كما شفتوا انا راه قلبتها هنا في الكوكوط وبقيت كنزيدها الماء وهي كطيب، ما كنغفلش عليها. مره هكا كنحركها بحال اللي كدوروا في الحريره، ما تغفلوش وناقص عليها النار، كتسبخ غير بشويه. صافي هنايا بعد ما طابت ليا قلبت لقيتها طابت، غادي نزيد هاد الفرماجه حتى هي كتزيد كتبننها وكتعطيها واحد الختوريه اللي زوينه. وغادي نضيف زيت الزيتون. هنا راه طابت صافي غادي نطفي عليها وغادي نخليها فيها الروا حيت انا غادي نقدمها حتى العشيه. طيبتها في الصباح وغادي نقدمها حتى العشيه. غادي نلقاها يلاه هي هذيك راه حيت كتشرب. الصراحه هاد هكا الاطباق اللي كيطيبوا بمطيشه كل ما بقاو كل ما كيزيدوا يختاروا كيزيدوا يبنانوا كيجيو زوينين. المهم في العشيه انا عاد غادي نقدمها. الا كنتو غادي تقدموها ديك الساعات خلوها تختار القياس اللي بغيتو ديال الختوريه، غير تبقاو تحركوا باش ما تلصقش ليكم. صافي هنا في العشيه لقيتها دارت لي ديك القشره، غادي نحيدها وغادي نسخنها وغادي نزيدها الزعتر هكا غنحكو فيها. راه كتجي والله يا سلام، راه كتجي زوينه. غير جربوها وتبعوا النصائح راه غادي تنجح معاكم. صافي هنايا هذا القوام اللي بغيت اختارت ليا، غادي نحك عليها الزعتر وغادي هكا غير تسخن. صافي وغادي نقدمها. راه كتصلح في هذا الوقت ديال البرد، والبلبوله ديال الشعير راه صحيه راه بزاف. قلبوا على المنافع ديالها راه زوينه. صافي هنا غادي نقدمها. صافي راه كتجي خاطره وكتجي واحد البنه فيها اللي زوينه. وبصحه وراحه الفيديو واحد اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. كما كتشوفوا راه كتجي يا سلام ديك النسمه ديال الزعتر. اللي ما كيبغيش الزعتر ما يديروش.